مباشرة من ملعب البيت. هذه هي الأجواء قبل ساعتين. هذه هي الأجواء قبل ساعتين من لقاء المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي في إطار الجولة الأولى من المجموعة التي تضم كرواتيا، كندا، المغرب وبلجيكا. يعني أجواء حماسية، أغاني، أهازيج، حضور مغربي كثيف. على أنغام موسيقى عمر دياب. الأغاني الشعبية المصرية عفوا. تحية لجميع الجماهير المغربية الحاضرة. تحية للجماهير المغربية. كيف الحال اخويا؟ كلشي بخير؟ أنا جاي من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا جيت من ليزيتازيني. إن شاء الله نشجع المغرب إن شاء الله. الله يحفظك أخويا. كلمة من التوقعات ديالك؟ إن شاء الله المغرب غادي يربح 3-1 إن شاء الله. هذا اللعابة نعتقد فيهم، المدرب تا هو موراهم إن شاء الله يحققوا نتيجة إيجابية. الله يحفظكم. شكرا. تحية للناس تحية للجالية المقيمة بالخارج جميعا. مغاربة حاضرين بكثافة. المغاربة أينما حلوا ارتحلوا. كبير للجماهير المغربية هنا بملعب البيت، هذا الملعب الجميل. حضور كثيف، الإخوة المصريين كذلك حاضرون. مصر المغربي. بس جايين نشجعكم. الحمد لله منتخبنا ما تأهلش، بس احنا مع اخواتنا العرب كلهم، الاهلي والزمالك ومصر كلها مع منتخب المغرب ان شاء الله. تحية للإخوان الأشقاء المصريين الذين جاءوا لمساندة المنتخب المغربي في هذا اللقاء المهم. تحية للناس الشرق الحاضرين هنا، الناس ديال الاتحاد الإسلامي الوجدي. تحية مراكو كرواتيا، احنا جايين كرواتيا ان شاء الله 2-0 ان شاء الله، ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. الناس ديال الوجدة وجميع الناس تاع القنيط راهم والجنرال ان شاء الله. ديما المغرب ديما المغرب ان شاء الله. المغرب يفوز ان شاء الله 3-1 ان شاء الله، وديما مغرب ديما. السلام عليكم. ديما صفرت الحمراء وما خوتي ان شاء الله نتأهلوا ان شاء الله على حسب غادي يقول شي كلمه. السلام عليكم. بعدين انا من برا هذا تحياتي اخوتي بعدا، الله يحفظكم وان شاء الله الفوز اليوم 2-1 ان شاء الله. وانتم كتشوفوا الاجواء اما غير خوتي هما هادو ناس قنيطره، ناس فاس الحمد لله، والتنظيم رائع والناس تحياتي كبار صغار. كلمه تحياتي اخويا. احنا ان شاء الله السلام عليكم، احنا عازمين ان شاء الله باش نربحوا وتكون نتائج ايجابيه باش نشرفوا الكره الافريقيه والكره العربيه. الحمد لله ان شاء الله جينا من الدار البيضاء البارح جينا باش نشجعوا المنتخب الوطني ديالنا، وحنا متفائلين ويعني
متفائل باش ينجحوا ويدوا واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، والله يوفقهم ويوفقنا ويوفق جميع المسلمين اجمعين. تحيه للدار البيضاء والناس الدار البيضاء الدار البيضاء دير مع واحد دري الله انت يدخل الفيسبوك انا واخا دير مع الدري عرفت شنو هي الاجواء خارج ملعب البيت، اجواء جميله قبل بدايه اللقاء، ساعتين قبل بدايه اللقاء. عديل ساعتين قبل بدايه اللقاء. تحيه لهذا الشاب الجميل الوسيم القادم من مدينه الدار البيضاء ليشجع المنتخب المغربي. تحيه للشباب. جيتي من الدار البيضاء؟ جيت من الدار البيضاء. جيتي ان شاء الله تشجع المنتخب المغربي؟ جيت نشجعو وكنتمنى يشرف لينا راسنا وجهنا وما يحسمناش قدام كرواتيا والمنتخبات الاخرى. تحيه للشباب، يعني يعني كله تفاؤل ان شاء الله بان المغرب يمشي الى ابعد. ربما الاخواني الله جاوا من المطار، فتحيه للشباب وتحيه للشيبي والشباب، يعني الشباب يعني ان شاء الله باش تكون النتيجه ايجابيه، ونتمنى ندير واحد الانجاز بحال المنتخب السعودي ان شاء الله. وان شاء الله عندنا منتخب شاب مغربي 100%. انا كنعرف هذاك السيد بالجداره ديالو بالعزيمه ديالو، والحمد لله راه كاينه الروح القتاليه عند الدراري، وحنا غادي نشجعوهم. جينا من المغرب على قبل باش نشجعوهم، والامور ان شاء الله غتكون النتيجه يعني ايجابيه، غادي ان شاء الله غادي يفرحوا الشعب المغربي والمغاربه، ويعني حتى هي وغادي افريقيا ان شاء الله غادي يشجعوها حتى هي بما فيها يعني الدول العربيه. وشكرا. شكرا للناس اللي جاوا من مدينه الدار البيضاء وجميع المدن المغربيه. تحيه اجلال وتقدير سعود تي في وانا تحيه للجميع. توفيق ان شاء الله. احتفاليه كبيره هنا بملعب البيت قبل ساعتين تقريبا من انطلاق اللقاء المهم بين المنتخب المغربي والكرواتي. يعني تحية لجميع المغاربة. على المغرب. تحية. احتفالية كبيرة، حضور جماهيري كبير جدا على أنغام الموسيقى الفلسطينية، وكلنا عرب دائما. تحية للثقافة الفلسطينية وثقافة الشام. احتفالية كبيرة هنا بملعب البيت. مرحبا مرحبا. تحية للإخوان المصريين الذين جاءوا ذلك لمساندة ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله مربوحه يا رب يا رب يا رب، ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. تحيه للجميع. الله يحفظك. انا هنا مقيم بالدوحه. تحيه للمقيمين هنا بالدوحه. الله يحفظك يا رب. تحيه لجميع المغاربه المقيمين بالخارج سواء. الله يحفظك. الله يبارك فيك. ان شاء الله مربوحه اليوم يا رب، ويفرحونا ويفرحوا العالم العربي كامل يا رب. تحيه. اجواء حماسيه كبيره جدا هنا بالملعب قبل ساعتين. المغاربة كيخلقوا الحدث قبل اللقاء.
يعني أجواء حماسية، حضور جماهيري كثيف لهذا اللقاء الذي نتمنى فيه الفوز للمنتخب المغربي. تحية تقدير وإجلال لهذه الجماهير التي جاءت من المغرب وكذلك من الدول العالمية والأوروبية من أجل تشجيع المنتخب المغربي. تحية للإخوان العرب والمغاربة والمغاربيين الذين جاءوا لتشجيع المنتخب المغربي. أجواء حماسية، حضور جماهيري كثير. هذا هو الملعب، ننقل لكم الأجواء بالصوت والصورة لتقترب إليكم يعني أجواء هذا اللقاء. يعني على هذا الملعب ستقام المباراة بعد ساعتين من الآن. تحية لجميع المغاربة الذين يخلقون الحدث. توافد المغاربة على البوابات من أجل الدخول. تحية لجميع المغاربة، تحية لهذا الشابين المغربيين. احنا عندنا جلابة وفقية. تفضل. السلام عليكم. احنا مغاربه جايين من المغرب على اساس اننا نشجعوا المنتخب الوطني المغربي، وكنتمناو ان شاء الله حظ موفق للمنتخب باش يفرحونا ان شاء الله، باش ما تمشيش هاد الفرصه هذه وهاد التماره اللي ضربنا باش نشجعوا المنتخب في قطر. وبالضبط حنا جايين من مدينه اكادير، وتحيه لناس اكادير وتحيه لناس السوس وتحيه للمغاربه كاملين من طنجه للقويره. تبارك الله عليكم. اكادير وفله غريب وشله، تحياتي، شكرا. تحية للناس حاضرين من أكادير، ويعني فأل خير يحمل هذا الشاب، هذا الفأل لعله يكون خير. نعم، طبيعة الحال أتينا من كل المدن المغربية، من العيون، من مكناس، من فاس، من طنجة، من القويرة، من وجدة، من كل ربوع المملكة، من أجل هدف واحد هو الحضور في ملعب البيت في مباراة كبيرة مع المنتخب الكرواتي. وطبعا الهدف هو تحقيق نتيجة إيجابية. نحن المغاربة طبعا شغوفين بكرة القدم وعاشقين لهذه المستديرة. نتمنى أن يحالفنا الحظ في هذه الليلة الكبيرة، الليلة التاريخية. تعلمون كذلك بأن المباريات الأولى تكون مهمة جدا في منافسات مثل المونديال. شكرا لكم. تحية للإخوان الصحراويين القادمين من مناطق الجنوب الغالية على قلوبنا. تحية إجلال وتقدير لكل المغاربة القادمين من المناطق الجنوبية. وعاشت الصحراء دائمة مغربية خالدة في قلوبنا جميعا. تفضل. شكرا لك أخي الكريم. يعني من مدينة طنطان إلى الدوحة، نتمنى للمنتخب الوطني إن شاء الله الفوز في هذه المقابلة، مقابلة المنتخب مع كرواتيا. ونشكر دولة قطر على هذا التنظيم الجميل الرائع، ونشكر أيضا السعودية التي فازت على الأرجنتين. وشكرا. تحية للإخوان جميعا، تحية للإخوان جميعا. تحية للإخوان جميعا. تحية إجلال وتقدير. يعني بوابات كبيرة يعني من أجل تسهيل مرور ودخول يعني الجماهير.
وكازا. تحية لجميع المغاربة الحاضرين، يعني تغطية إعلامية كذلك عالمية. تحية لجميع المغاربة. ديما مغرب وان شاء الله مربوحه، وغادي نمشي ان شاء الله لقدام، وكنتمنى على الله المغاربه كلهم يساندونا وجميع العرب، وحنا كنا ان شاء الله ديما مجندين مع المنتخب المغربي والمغرب ان شاء الله، وديما مغرب والله الوطن الملك. السلام عليكم خويا، كي داير بخير؟ تنتمناو المنتخب الوطني الفوز ان شاء الله اليوم مع كرواتيا. وانا نلقي واحد الكلمه بالامازيغيه، شفت شي واحد حتى واحد ما هضر معاك بالامازيغيه. نتشكر السلام عليكم امازيغ ناخذ من طرجه لكويره، راكم كلهم تشكر فلاتون تسلام غيد الدوحه قطر. نتشكر امازيغ، نتمنى المنتخب الوطني اي فوز غصاد ان شاء الله يحتينا ربي. تحياتي لكم، اخوكم ابراهيم من اكادير، شكرا. تحيه مازيغ. تحية لجميع الإخوان الأمازيغ عرب، يعني جميع شرائح المجتمع المغربي بكل مكوناته العربية الأمازيغية السوسية يعني الريفية، يعني تحية لجميع الشرائح. ودائما نحن مغاربة، نحن دائما مجندون يعني وراء يعني صاحب الجلالة محمد السادس. فتحية تقدير وإجلال لجميع المغاربة الحاضرين هنا من أجل تشجيع المنتخب المغربي من جميع الشرائح من جميع الجنسيات، يعني جنسيات كبيرة وكثيرة هنا في هذا المكان. يعني هكذا هي الممرات، يعني منافذ ومداخل الملعب. يعني كتشوفوا بأن هناك يعني مداخل عديدة جدا من أجل تسهيل دخول الجماهير بشكل كبير. عندي قريبا لا قالوا لنا ما نكمل كان قريب دائما امر. لا مرحبا. تحية إجلال واحترام وتحية للقوات الصاهرة على إنجاح هذه العرس، على هذا العرس. تحية إجلال لقوات الأمن الصاهرة على إنجاح هذا العرس، على العرس. وتحية الشباب من السودان على جميع الجنسيات الحاضرة هنا. تحية لجميع المغاربة وتحية شكرا لكم، شكرا. التوفيق إن شاء الله. كازا ياك مراكش الحمراء. انا من فاس. وين تصرف؟ تيجاني. وين تصرف؟ تيجاني. عندك لاش. امشي بالزقزاق. لا يمشي معي. لا انا ما في تصريح. لا راح يتكلم معي. تحية لجميع إخواننا بقطر على هذا التنظيم الجميل. تحية إجلال وتقدير. تحية إجلال وتقدير. تحية إن شاء الله. تحية لقوات الأمن، تحية لجميع قوات الأمن الصاهرة على إنجاح هذا العرس الكروي الجميل. عمل لك الليل هيك. تفضل. لا حمد شكرا. يعني إجراءات أمنية وعمل كبير يقوم به رجال الأمن هنا بقطر. وتحية إجلال وتقدير لهذه الدولة العربية على هذا العمل الكبير الذي تقوم به. يعني قوات الأمن يعني سلاسة عمل كبير من أجل حماية يعني المشجعين والجماهير الحاضرة هنا بقطر. فتحية I can pass. ممكن يعني إجراءات أمنية يعني من أجل حماية الجماهير الحاسدة. تحية للناس اللي جاوا من إيطاليا.
تحية إجلال واحترام وتقدير. أحسنتم. تحية لرجال الأمن. أوقفت التصوير. غننهي هذا التصوير هذا من أجل يعني مسائل أمنية، وسأنقل لكم الصورة من داخل الملعب بعد 10 دقائق إن شاء الله تعالى.